قلق في معسكر المنتخب المغربي بعد إصابة الزلزولي في ودية النرويج، والفحوص تحدد مصير مشاركته بكأس العالم، ومزراوي يعود للتدريبات الجماعية هذا الأسبوع. لا تزال حالة جناح المنتخب المغربي عبد الصمد الزلزولي تقلق الجهاز الفني للمنتخب بعد الإصابة التي تعرض لها في ودية النرويج. وفي آخر التطورات أفاد مراسل بين سبورت أن الزلزولي الذي تعرض لإصابة على مستوى الركبة أمام النرويج خضع لفحوص طبية إضافية، ولا يزال بحاجة للمزيد من الفحوص لمعرفة مدى خطورتها. ومن المتوقع أن يحدد الجهازان الفني والطبي للمنتخب مصير مشاركة اللاعب في كأس العالم من عدمها في غضون يومين. وعلى صعيد آخر، كشف مراسل بين سبورت أن إصابة اللاعب نصير مزراوي بكدمة على مستوى الكتف غير مقلقة، ومن المنتظر أن يعود إلى التدريبات الجماعية خلال هذا الأسبوع. أشاد اللاعب البرازيلي جيماريش بالمنتخب المغربي، مشيرا إلى جودة لاعبيه قبل مواجهتهم الافتتاحية بكأس العالم. وأكد جيماريش أن المباراة ستكون صعبة وتتطلب بداية قوية من منتخب السامبا أمام خصم كبير على حد تعبيره. أعتقد أن المنتخب المغربي فريق جيد جدا. هذه واحدة من أفضل الأجيال التي امتلكها مع لاعبين مميزين. لقد مروا بنهائي مثير للجدل في كأس الأمم الإفريقية. لست متأكدا تماما مما إذا كانوا قد فازوا به في النهاية أم لا، لكنهم يستحقون كل التقدير ولديهم الكثير من الاحترام. نحن نعلم أنه بالنسبة لنا هذه مباراة مهمة. يجب أن نبدأ بشكل جيد وننطلق بقوة، لأن هناك فريقا كبيرا في الجهة الأخرى. أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأردن بقيادة المغربي جمال السلامي استدعاء لاعب نادي الحسين محمد أبو غوش لينضم إلى قائمة النشامة في المونديال. جاء ذلك بعد أن أثبتت الفحوص الطبية استحالة مشاركة إبراهيم صبرة بسبب تمزق في أربطة الكاحل. وكان أبو غوش قد شارك في المعسكر التدريبي الأخير لمنتخب الأردن قبل أن يتم استبعاده بعد مباراة سويسرا الودية. وكان منتخب النشامة قد عانى من غياب عدد من نجومه بسبب حمى الإصابات التي لاحقتهم منذ التأهل التاريخي لكأس العالم. إذا كما شفتوا معنا في هذا الفيديو، المنتخب المغربي يكمل تحضيراته واستعداداته، في حين أن عبد الصمد الزلزولي إصابته خطيرة بعض الشيء، ومزراوي نصير مزراوي يعني إصابته طفيفة، والحمد لله سوف يكون حاضر ربما في المباراة الأولى. وكما شاهدنا تصريح اللاعب البرازيلي تصريح مؤدب، تصريح يعطي فيه قيمة واحترام لفريق المنافس، على عكس فينيسيوس لاعب ريال مدريد الذي كان كلامه كله اشمئزاز واستفزاز للمنتخب المغربي. ما كرهتش تعطيونا الآراء ديالكم في التعليقات.